ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. وحشتوني من اخر فيديو نزلته معاكم. الدنيا ملخبطه معايا اليومين دول، ان شاء الله هحاول كده. اظبط الدنيا في الفيديوهات. انا الفيديوهات دي كام فيديو كده كنت مصوراهم ورا بعض، ما كنتش لسه نزلتهم. اليومين دول مش عارفه اصور خالص ومش عارفه اظبط اي حاجه. بس ان شاء الله الدنيا تظبط كده ونخش بقى على رمضان كده واحنا نشيطين ومتحمسين، وان شاء الله يبقى شهر خير وبركة علينا يا رب. المهم، قبل ما نبتدي عايزين نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. آه النهارده بصوا عندي جبل جبل معين. طبعا ده كل يوم بلاقيه كده، اللي هو انا لما باجي بالليل ما ببقاش لاحقه ان انا اغسل المواعين. فما بغسلش المواعين قبل ما انام. راحت زمن بقى ايه غسيل المواعين قبل النوم ده. فين وفين اصلا، لو في يوم مثلا ولا حاجه ما كنت موجوده ما نزلتش. ممكن بعد ما نخلص بقى غدا اروح غسله المواعين. سيبكوا بقى من التكشيره اللي على الصبح ديت الواحد بيبقى متدربك. عايزه الحق اعمل المواعين واعمل الفطار واعمل الغدا في نفس الوقت. يعني انا، لا كنا فطرنا يا ربي. هنا كنا فطرنا ولا ما فطرناش، والله ما انا فاكره. المهم يعني ان انا كنت صاحيه عايزه اعمل المواعين واعمل الفطار واعمل الغدا كله في قلب، يعني في نفس الوقت، عشان تبقى كل حاجه جاهزه. فضيت الحوض كده خالص، بحب افضيه خالص كده وارص الاطباق مع بعض، الكوبايات مع بعض، الحلل مع بعض، كل حاجه كده ايه، عشان لما اجي اغسل ابقى مسهله على نفسي. فضيت الحوض كده وشطفته، خليته زي الفل كده، وهبتدي بقى ان انا ايه اغسل المواعين. قولولي كده، عملتوا ايه وفرستوا ايه؟ خلصتوا ايه في الشقة؟ خلاص. يعتبر الفيديو ده هينزل لكم وهيبقى صباح رمضان ان شاء الله باذن الله. يعني ان هو ينزل لكم هيبقى صباح رمضان. والمفروض ان انا بنضف في الشقة وبوضف فيها يعني، عشان رمضان لما يجي ابقى مسهلة على نفسي الدنيا. انا زي ما قلت لكم مش هقلب الدنيا، يعني عشان خاطر كده كده هتتقلب على العيد. فانا مش هقلب بقى على رمضان وعلى العيد. اللي هقدر اعمله دلوقتي هعمله. والله ربنا قدرني وقدرت ان انا اخلص حاجات كتيرة هعمل كده. ما قدرتش برضو مش هضغط على نفسي، لان احنا برضو زي ما احنا عارفين ان احنا دلوقتي لسه في دراسة ما خلصتش. احنا داخلين على رمضان وكل حاجة، بس لسه في دراسة. وفي مذاكرة وفي حاجات. ممكن ما نروحش المدرسة، بس في دراسة، واجبات ودروس وحاجات. يعني بصوا ربنا يعيننا يا رب. المهم انا بحاول ان انا اعمل ركن للصلاة كده، واظبط الدنيا، يعني بحيث ان رمضان برضو آه اعرف اصور لكم وفي نفس الوقت اعرف اعمل اللي ورايا. فيا مسهل يا مسهل الحال يا رب. كده دعواتكم يا رب، وانتوا ربنا يقدركم انتوا كمان وتخلصوا اللي وراكم، وربنا يعينكم ويقويكم ويديكم الصحة، ويدي كل واحد اللي بيتمناه يا رب في الايام دي. انا بسجل لكم دلوقتي واذان المغرب كان لسه بيأذن. فايه ان شاء الله باذن الله ربنا يديكوا يا رب كل اللي بتتمنوه، ويحقق لكم كل امانيكم يا رب، ويسعدكم. واللي نفسها في طفل ربنا يكرمها يا رب، واللي عندها اطفال ربنا يهدهم لها ويخليهم لها وتشوفهم احسن ناس ويفرحها بيهم. وان شاء الله ربنا يجعل رمضان السنة دي بالخير علينا يا رب، يعني يخش علينا بالخير، ونخرج من رمضان واحنا مبسوطين وفي احسن حال، وربنا جابر بخاطرنا، ومدي كل واحد كل حاجة بيتمناها او كل حاجة ربنا شايفها خير لينا. ساعات احنا بنبقى شايفين الحاجة دي خير وبنقعد نتمناها من ربنا كتير، ولما بتتحقق سبحان الله ما بيكونش فيها خير. وساعات تلاقي ان انت نفسك مثلا، ان انت نفسك في حاجة، تقعدي تدعي ربنا تدعي ربنا تدعي ربنا، وتلاقي حاجة تانية اللي حصلت وتتفاجئي ان هي احسن بكتير من الحاجة اللي انت كنت بتتمنيها. فانا دايما بحب لما اجي ادعي واقول يا رب، يا رب اكتب لي الخير يا رب. يا رب نفسي في الحاجة الفلانية، بس لو شايفها خير ليا اعملها لي، لو مش شايفها خير ليا خلاص. يعني ايه؟ ادعي، مش يعني مش الح في الدعوة اللي هي ممكن تكون اصلا مش خير ليا. يعني ممكن اقعد اقول يا رب يا رب اجيب الحاجة ديت يا رب، لا ممكن اقول يا رب نفسي فيها، ولو شايف لي الخير في حاجة احسن منها اكتبها لي.
فيا رب ربنا يكتب لنا كل الخير يا رب. انا غسلت المواعين خلصتها وخلصت الحلل كلها وشطبتها عشان ما اطولش عليكم. ونضفت الحوض كده زي ما انتوا الحوض ايه، ونضفت انا كده كده نضفت الحوض ونضفت البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده. حطيت الطبق اللي في النص ده بحب احطه عشان لما باجي اقلب بقى بالمعالق والحاجات دي وكده ما بهدلش بيهم البوتاجاز. خلصت كل حاجه اهو. بقى الصينيه بتاعه البسبوسه اديتها بس نقع كده ومفيش دقيقتين كده وهغسلها اهو. غسلتها، بصوا الدقيقتين عدوا في ثواني. غسلتها. المهم انا طلعت دلوقتي ايه، فرخه من الفريزر. قلت هفكها كده واغسلها غسله حلوه. وطلعت بسله انا مفرزاها، طلعت كيس صلصه برضو من اللي انا مفرزاه. طلعت ملوخيه لان انا السنه دي بصراحه ما فرزتش ملوخيه، كان جايلي عقده يعني كان جايلي عقده كذا مره كنت ابقى مفرزه ملوخيه وعامله كميه. طبعا تخليط الملوخيه بيتعب جدا. دي البسله كنت حطاها في علب، دي ما اشتريتهاش مخصوص، كانت عندي يعني العلب دي كنت جايبه فيها جبن باين او حاجه وحطيتها فيها. وده كيس الملوخيه هجربه اول مره المره دي. هو حلو مش وحش بصراحه، طلع حلو يعني عادي بيمشي وبيقضي الغرض، بما ان يعني الملوخيه دلوقتي مش حلوه في السوق. آه كذا مره فرزت ملوخيه، وبعد ما فرزتها عملت كميه واكياس جميله ومتخرطه حلو وخضره وزي الفل. وفجاه الاقي حاجه تحصل في الديب فريزر يقوم فاكك وسايح، وما يعني ما خدش بالي غير متاخر. واما اجي ابص اكتر حاجه تكون شكلها اتغير وباظت هي الملوخيه، لان بلاقيها بتكون فكت وساحت، ومن الفككان بلاقيها اسودت. يعني لما بتفك وبتفضل مركونه بتسود وما ببقاش عارفه اعمل فيها ايه. فبصراحه السنه دي اتعقدت. قلت والله ما انا مفرزاها خضره، فرزت حبه صغننين خالص ناشفه. ملوخيه ناشفه. احنا كده كده ملناش في الملوخيه الناشفه قوي يعني، بس ايه قلت حبه يعني لما يبقى نفسنا فيها مثلا ولا حاجه هتبقى موجوده. كانش هين عليا ان الملوخيه تبقى موجوده وما فرزتش منها يعني، بس ايه قلت اعمل حبه صغننين كده ناشفين. عملتهم وشلتهم في الفريزر. والملوخيه بقى قلت خلاص لما اجي اجيب بعد كده هجيب ملوخيه جاهزه. احنا اول مره نبتدي ناكلها يعني، لان انا عندي بيحبوا الملوخيه، والملوخيه دلوقتي في السوق مش حلوه. ف بس حلوه يعني بصراحه. شهرزاد دي جبتها من بيم، حلوه مش وحشه. بس الجيفريكس طبعا احلى. اما جبت جيفريكس كانت حلوه جدا، بس كل ما اروح ما لقاهاش، ودورت عليها في كذا مكان وشفتها في كذا يوم برضو ما لقيتهاش. كان هناك في نوع باين اسمه مونتانا، فما جربتوش. فوانا في بين بقى قال لي جربي الشهرزاد ده وشوفيه، فقلت هاخد كيس واجربه، ويعني شغاله مش وحشه. يعني المهم ان فيه ملوخيه يعني المهم كده ايه، انا عملت الرز كده بس مش هسويه، انا بجهز الغدا بس مش هسويه دلوقتي. انا قلت الصبح هخش اشطب كل حاجه كده في المطبخ، لان احنا بننزل التمارين ما بنلحقش يعني ما بلحقش ان انا اعمل حاجه. فقلت الحق وانا واقفه في المطبخ انجز في كل حاجه، بحيث ان انا ايه اريح نفسي وتبقى الحاجه على الاكل جاهزه على طول. هنا اهو كده خلاص شوحت الشعريه وشوحت الرز، هسيبه بس يهدى كده دقيقتين واغطيه واركنه كده، مش هسويه دلوقتي. الفراخ هنا كانت فكت خلاص. في نفس الوقت انا كنت مولعه على ميه للفراخ عشان اسلقها. يعني ايه بنجز كده حاجه في حاجه على طول عشان ما يعني ما اخدش وقت. هنضف بقى الفراخ كده وانضفها بقى يعني كده واظبطها واخليها زي الفل كده. دي غسله كويسه وايه واسلقها. غسلتها يا جماعه، غسلتها مرضتش اطول عليكم. بنجز لكم شويه، بصوا بختصر لكم الفيديو كان مدته معرفش قد ايه. بصوا انجزته لكم كله في مفيش ربع ساعه اهو. الفيديو كله على بعضه اللي هو الربع ساعه دي اصلا كنت انتي بتنضفي فيها مثلا ايه الكوبايات ولا حاجه. فانجزت اهو. احط الفراخ بقى تتسلق وكده تبقى الفراخ جاهزه. وطبعا الملوخيه يعتبر جاهزه يعني على الطشه. البسله برضو هعملها برضو، بس ايه يعني جاهزه معايا، اللي هو انا احط البصله واروح حاطه يعني التفريزات دي بتسهل على الواحد قوي. بتسهل جدا جدا جدا. مش شرط ابقى موظفة او ابقى يعني بشتغل او حاجة عشان خاطر افرز او شرط رمضان، لا. هشيل بقى من هنا من على الوش كده الريمة وايه، يا عم يتريمة معايا المرة دي عشان انا ما نقعتهاش بقى في
في ليمون ودقيق، ومش ما كانش فيه وقت بقى وعايزه انجز، وهي كده كده مش عامله ريحه زفاره ولا حاجه يعني. شيل الريمه من على الوش، واحط كده طماطمايه، واحط بصلايه، وما كانش عندي ورق لوري. احط بقى شويه فلفل اسود. حطيت حبهان ولا لا مش فاكره، تاني ما حطيتش حبهان. ونسيت احط جزرايه، بحب احط جزرايه برضو. احلى حاجه بقى بتبقى في الشوربه لو عندك عودين خضره وحطيتيهم، الخضره اللي هي الطويله بتاعه المحشي زي ما هي طويله كده، بتخلي الشوربه تحفه، ليها ريحه كده وطعم مختلف، وبتبقى جميله جدا. بس انا ما بيبقاش عندي يعني، انا مش بجيب الخضره واركنها في التلاجة ولا كده. بصوا المنظر بقى اللي يفتح النفس، بصوا الجمال، بصوا المنظر، بصوا الحلاوه. يعني الواحد مش متخيل انه في رمضان هيخش يعمل بقى الاكل والحاجه وكده في المنظر الجميل والحلاوه دي. يعني بجد منظره حلو قوي. مبسوطه بصراحه، يعني مبسوطه، يعني بعيدا عن اللي عملوا فيها الاستيكر وانا بلزقه، يعني بعيدا عن كل الحاجات اللي عملها فيا طلع عيني. بس مبسوطه كده بالشكل النهائي. بس حاسه ان ايه يعني، ممكن اطلع حاجه من دول او حاجتين كده بره، يعني ما بقاش عامله حاجات كتير هنا في مش عارفه لسه، يعني انا لسه هروق الانتريه، ممكن ادخل حاجات اخرج حاجات. في حاجات كمان جبتها لسه هبقى اوريها لكم، وهحط. انا عارفه ان انا متاخره، والمفروض ان انا النهارده كده الفيديو ده وهو نازل لكم اكون مخلصه كل حاجه في الشقه، وفرشه كل حاجه ومظبطه كل حاجه. بس انا بصراحه ما عرفتش، يعني كنت مضغوطه مع الولاد وطالعه نازله، ما يعني ما عرفتش خالص. معلش تتعود عادي، يعني كنت بعمل معاكم كده زمان قبل بقى ايه ما ينزلوا النوادي ويخشوا في الدراسة ويبتدوا كلهم يخشوا مدارس. كنت فاضية لكم بقى. ان شاء الله برضه افضلكم بإذن الله كده، واظبطكم كده، وننزل فيديوهات وننزل روتينات وننزل حاجات بقى زي الاول. وان شاء الله بإذن الله بإذن الله ترجع القناة تشتغل زي الاول، وتبقى بقى احسن ان شاء الله. هنا بعمل البسلة اهو. بصوا بقى التفريزات بتسهل على الواحد ازاي، يعني بجد حاجة حلوة حكاية التفريزات دي. كنت انا نسيت اقشر بطاطساية، كنت انا قايلة هقشر بطاطساية واجهزها فنسيت. جيت دلوقتي وانا بحط، قلت افتكرت ان انا لقيت بقى البطاطساية دي بايظة، هي مش باينة من الاضاءة بس لقيتها كلها كده بايظة، ملونة بني كده كلها، بس هي مش ظاهرة في الفيديو دلوقتي. فسبتها هقشر بقى بطاطساية تانية كده واقطعها مكعبات. يعني لقيتهم حبوها لما عملتها لهم المرة اللي فاتت، لقيتهم حبوها، فقلت خلاص هبقى اعملها لهم بعد كده. انا البسله اللي مفرزاها مفرزاها بجزر، بس مش حاطه معاها بطاطس، لان انا مكنتش متعوده ان انا اعملها ببطاطس. بس بعد كده ان شاء الله هعملها، بس مش هحط معاها البطاطس، خليني افرزها زي ما هي كده زي ما انا ما متعوده. والبطاطس كده كده بتبقى موجوده في البيت على طول يعني، انما البسله والجزر بيبقى ليهم وقت موجودين في السوق وقت لا، انما البطاطس موجوده على طول. وحتى لو مش موجوده مش يعني الاكله مش هتقول لا من غيرها. بصوا ما شاء الله الخضار شكله حلو ازاي. اهو خلاص كده برضو الصلصة جاهزة معايا، يعني مفيش اسهل من كده. بتعب يوم بقعد افرز وافصص واعمل واقطع واسبك بتعب جامد، بحس ان اليوم دوت بجد تقيل عليا قوي قوي قوي. بس برتاح بعد كده، يعني خلاص بنجز في حاجات وبرتاح بعد كده. هنا بقى كنت خلاص الوقت دوت كده اللي انا بسوي فيه دلوقتي الرز ده. انا دلوقتي اهو بس الرز بشربه بحط ميه مش بحط شوربه، انا عندي شوربه بس احنا الرز بنعمله بميه عادي. الشوربه بخليها للملوخيه، بحط منها على الطبيخ، يعني ايه بخليها لان انا مش كتير بسلق فراخ، فبتبقى حلوه ان انا اللي بيبقى عندي بشيله في كيس وبحطه في الفريزر، لان اغلب الوقت ممكن مسلقش الفراخ، فببقى محتاجه شوربه. فدلوقتي خلاص اهو بظبط الرز كده، بشوف الميه بتاعته والملح بتاعه، وبعد كده اغطيه بقى واسيبه يتظبط. والشوربه اهي بتاعه الملوخيه كانت خلاص غليت، هبتدي ان انا اعمل برضو الملوخيه، نجربها معاكم دلوقتي. شوفوا شكلها حلو ما شاء الله، يعني حلوه مش وحشه زي ما قلت لكم شغال. المهم ان في طبق ملوخيه بيتحط على الاكل اهي، حلوه يعني.
النوع ده اسمه شهرزاد، بس على ما اعتقد كده ان هو مش موجود غير في بيم بس، لان هو متهيالي قال لي ان هو مش بيتباع غير عندنا. بيبقى كل سوبر ماركت يعني متخصص في كام نوع كده حاجات بتتباع عنده هو بس. فهو النوع دوت متهيألي هو ده بتاع بيم و... والتاني اللي هو مونتانا ده متهيألي اللي هو بتاع كازيون. ابتدي اعمل بقى اللي هي التومة، الطشة بتاعت الملوخية. الملوخية انا حطيت عليها رشة سكر، وبتحطي عليها سنة تومة صغننة كده، مش متشوحة يعني، نية، عشان الحتة دي ما جاتش في الفيديو، قلت اقول لكم عليها. واللي متابعني من زمان عارفها، يعني كنت بقولها على طول في الفيديوهات لما كنت باجي اعمل معاكم ملوخية. ايام الملوخية بقى الخضرة بقى المتخرطة بالمخرطة والمحشي بقى والحاجات دي، لما كنا قاعدين فاضيين كده في البيت، وكانت الروتينات روتينات يعني. دي روتينات نص لبة كده، بس يعني اهو بنحاول مع بعض ان شاء الله. المهم لو وصلت لحد هنا وما حطيتليش لايك، حطيلي لايك واشتركي في القناة لو اول مرة تشوفيها، ولو انت معايا اصلا على القناة منوراني منوراني منوراني. واكتبوا لي بقى كومنتات كده حلوة كده زيكم، قولوا لي رأيكم في الفيديوهات بتاعتي، وقولوا لي مثلا حابين ايه حابين ان انا اغيره، ايه شايفينه مثلا ان هو محتاج يتظبط. يعني قولوا لي زوايات التصوير ايه زاوية التصوير كده حلوة ولا لأ. هستنى بقى ايه رأيكم في الكومنتات، لو ليكوا اي تعديل ليكوا اي حاجة. تمام كده بقى، خلاص كنا خلصنا الاكل وهنروح نتغدى. يلا تعالوا بقى بالهنا والشفا معايا. ملحقتش اصور لكم الاكل بقى، قلت اوريكم صورة كده ليه تفتح نفسكم. ويلا باي باي.